السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فلاول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات بجديد هننزله. النهارده ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد وافكار حلوة قوي، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. في البداية هنطول مع بعض شوية كده في المقدمة، بس حابة اوضح لكم حاجة كده. النهارده ان شاء الله احنا هنعمل في الغدا بتاعنا طاجن باميه باللحمه بطريقه حلوه قوي. انا دايما لما بعمل طاجن باميه او مثلا اعمل طاجن خضار باللحمه انا بحب ان انا اضيف عليه صلصه، بس بصراحه في اليوم ده ما كانش متوفر عندي صلصه. فهنعمل بقى فيه تكه كده، عايزه اقول لكم ان بتفرق في ريحتها وفي طعمها بطريقه رهيبه، هتديكوا طعم حلو قوي وهتديكوا صوص ما شاء الله بيبقى جميل. فانا في البدايه اول حاجه عملتها كده، انا جبت عندي 4 حبات كده من الطماطم، بدات ان انا قطعتهم قطع صغيره على قد ما نقدر، يعني ده اللي هنعتبره بمثابه الصلصه بتاعتنا. مثلا حابه بقى انك تاخدي الطماطم بتاعتنا دي تبداي انك تضربيها في الخلاط، ده تمام على حسب رغبتك. بس انا في اليوم ده حبيت ان انا اغير كده في شكل الطاجن بتاعنا شويه، فانا حبيت ان انا اقطعها مكعبات كده. هي طبعا بقى لما تحطيها في الاول كده تستوي مع اللحمه تبدا ان هي تتهري وتنزل اللون بتاعها، وهتديكي لون حلو قوي هتشوفوه دلوقتي واحنا بنعمله. ما شاء الله بيفرق في طعمها وبيفرق في ريحتها يعني بطريقه رهيبه. فانا بدات بقى اول حاجه جبت عندي كده 4 حبات من الطماطم، بدات ان انا قطعتهم قطع صغيره على قد ما اقدر. وجبت عندي برضو كده قرن من الفلفل الاحمر وقرن من الفلفل الاخضر. انا الاحمر ده مستعملاه بس كده يعني ان هو يعزز لون الطماطم معايا شويه. انت مثلا حابه انك تضيفي قرن واحد بس تمام مفيش مشكله، انا ضفت القرنين بس عشان ان انا اعزز اللون شويه. فعملت واحد احمر وواحد اخضر كده، وكان الاخضر اللي معايا ده برضو كان فيه بعض الحتت الحمراء كده بس حتت بسيطه خالص، كان لسه بادئ يحمر كده معانا. فانا هبدا بقى ان انا اقطعهم برضو قطع صغيره كده. وبرضو هجهز عندي بصلايه وسط، انت طبعا ما انتش حابه انك تضيفي البصل تمام مفيش مشكله. انا اوقات بعمله كده من غير بصل بيكون طعمه كويس برضو، بس اكيد طبعا كل ما بتضيفي له اي اضافات بيفرق في طعمها شويه. فانا بدات جبت عندي بصلايه وسط زي ما انتم شايفينها كده، بدات بقى ان انا اقطعها برضو بطريقه عشوائي. طبعا بقى انت لو حبيتي زي ما قلت لك تاخدي مثلا الطماطم والفلفل والبصل كل ده تضربيه في الخلاط او تفرميه في الكبه، تمام مفيش مشكله. انا بس حبيت ان انا ايه يعني اعملهم على ايدي كده كنظام تغيير شويه عشان يدوني صوص في الطاجن بتاعنا. وفي نفس الوقت برضو بقى اللحمه بتاعتنا كنت مجهزاها. كنت مقطعه بقى اللحمه كده مقطعاها مكعبات صغيره خالص. هي مفيش بس غير الحتتين اللي يا دوبك على الوش الشريحتين اللي ظاهرين دول، عشان انا هكون مثلا راكناهم لبنتي بحيث ان هم يكونوا ظاهرين معايا كده لما اطيب الطاجن اعرف ان انا اخرج لها الحتتين دول، لان هي ما بتاكلش اي حاجه فيها دهن خالص ولا اي حاجه ملبسه. فلقيت ان الحتتين دول كده حلوين ما فيهمش اي دهون ولا اي عروق ولا اي حاجه، فبدات ان انا ركنتهم لها كده ما رضيتش ان انا اقطعهم قلت يبقوا باينين وظاهرين كده بحيث ان انا انولهم لها. فبدات بقى جهزت الخضار بتاعي وجهزت اللحمه بتاعتي، وهندخل بقى دلوقتي على مرحله التسويه بتاعتي. فاخدت بقى اللحمه بتاعتي كده شطفتها تاني، طبعا انا كنت غسلاها بعد ما قطعتها، فبدات ان انا غسلتها تاني كده. وبعدين جبت عندي هنا حله حطيتها على العين، سبتها تسخن كويس، نزلت عندي بحوالي معلقتين كده من الزيت ومعلقه كبيره كده من السمنه البلدي او الزبده المتوفر عندك تمام مفيش مشكله. وبدات بقى هنزل باللحمه بتاعتي كده، انتوا شايفين انا مقطعه مكعبات صغيره لان بحبها في الطاجن تكون صغيره كده. فبدات ان انا نزلت باللحمه بتاعتي كده، حاولي تفرديها في الحله بتاعتك على قد ما تقدري وسيبيها بقى لحد ما تبدا ان هي تتلون وتاخد لون من تحت كده. هتلاقوها ما شاء الله شايفين هي بتفصل عن الحله كده لوحدها. انت لو قلبتها وهي طريه تبدا تلزق معاكي في الحله وهتديكي نتيجه مش كويسه. انا بسيبها لحد ما تتشوح كده تاخد لون خفيف من تحت او تبدا ان هي تتشمع معانا. ببدا ان انا اقلبها على الناحيه التانية وافضل كل شويه من وقت للتاني افضل اقلبها من الناحيه دي للناحيه التانية لحد ما تبدا ان هي تتشوح معانا. اهم حاجه ان اللحمه بتاخد يعني انك تخليها تاخد صدمه. لما بتاخد صدمه بتفرق جدا في طعمها وفي شكلها. وبدات بقى لحد ما هي خدت صدمه معانا كده واتلونت من كل الجوانب هبدا ان انا ابهرها. بس طبعا يا بنات زي ما انتوا عارفين اللحمه ما بتحبش التوابل الكتير، فانا يا دوبك بس رشيت عليها كده رشه من الفلفل الاسمر ورشه من بهارات اللحمه. وبدات ان انا قلبتها بقى، وطبعا الخضار بتاعنا جاهز معانا هبدا ان انا انزل بيه برده دلوقتي عليها. طبعا الملح احنا هنضيفه لما اللحمه بتاعتنا تبدا ان هي تدخل في مرحله السوا شويه. فبدات بقى ان انا نزلت بالخضار بتاعي كده هبدا ان انا اقلبه مع اللحمه بتاعتنا. طبعا الخضار هيبدا ان هو ينزل ميه واللحمه برده ممكن تنزل كميه بسيطه كده من الميه. فانا هبدا ان انا هسيب اللحمه مع الخضار اللي احنا ضفناه كده يبدا ان الخضار ينزل الميه بتاعته، وهسيب اللحمه تبدا ان هي تستوي في الميه بتاعه الخضار ده. يعني انا بعتذر لكم بقى دلوقتي عن الاضاءه كان النور قطع في الوقت ده. فانا بدات بقى سبتها كده لحد ما الخضار بدا ان هو ينزل الميه بتاعته. هسيبها اللحمه ان هي تبدا تستوي بقى في الميه دي، مش هضيف لها اي ميه سخنه دلوقتي. انا هغطيها واسيبها بقى على نار هاديه كده. وعايز اقول لكم بقى شم الروايح في المرحله دي ما شاء الله بتطلع ريحه رهيبه. اللحمه مع الخضار ما شاء الله شايفين بقى هنا بعد ما شرب كل كميه الميه. عايز اقول لكم ان اللحمه دي تتغمس لوحدها كده من غير اي حاجه. بدات بقى اول ما لقيت ان الميه نشفت عندي هبدا بقى ان انا انزل بميه سخنه.
اهم حاجه يا بنات عشان اللحمه تستوي معاكم بسرعه انكم تنزلوا بميه سخنه، بلاش تنزلوا ان اللحمه مثلا تكون سخنه تنزلوا عليها بميه كده من الحنفيه، ده هيأخر شويه في السوا بتاعها. فانا بدأت نزلت بميه سخنه عندي كده، وبعدين هسيبها برضو على نار عاليه بقى لحد ما تبدأ تغلى معايا كويس جدا، وبعدين هبدأ ان انا اغطيها. بس هنا في المرحله دي هبدأ ان انا اضيف رشه كده من السكر. شايفين ما شاء الله الطماطم عملت معايا لون للشوربه حلوه قوي، يعني مش محتاجين صلصه ولا اي حاجه. فانا هنا بقى بدأت ان انا غطيتها كده واسيبها على نار عاليه لحد ما تبدأ تغلي، وبعدين هدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها. ما تستوي كده بقى هنبدأ نعمل مع بعض حلو سهل وسريع كده. في اليوم ده بنتي كانت طلبت مني بسبوسه، بس انا ما كانش عندي يعني بسبوسه كتير، هي كانت يا دوبك بس كان حوالي كوبايتين الا ربع كده من البسبوسه، فقلت مش مشكله برضه هعملها لها. فانا جبت عندي هنا كوبايتين الا ربع من دقيق السميد بتاع البسبوسه، ضفت عليهم نص كوبايه من السمنه ونص كوبايه من السكر. السكر حبيبات عادي، بس اهم حاجه انه ما يكونش خشن قوي، يعني بلاش بتاع التموين، لو سكر ناعم شويه يكون افضل. بدات ان انا بقى قلبت كده السمنه مع السكر مع السميد بتاعنا لحد ما كل حبات الدقيق اتغلفت معانا بالسمنه. هبدا بقى ان انا انزل عندي بنص كوبايه من الحليب، طبعا احنا في المرحله دي مش هنقلب كتير، يعني يا دوبك هو مسافه ما الاقي ان الدقيق كده دخل مع المكونات بتاعتنا نبدا ان احنا نوقف تقليب على طول. وكنت بقى في الوقت ده جايبه صينيه او بايركس بتاعنا دهناها سمنه، بس كنت حاطاه على الفرن لانه كنت مشغله الفرن يبدا يسخن، فبدات ان البايركس يسخن معايا وبدات السمنه تسيح. فانا بقى في الوقت ده زي ما قلت لكم مشغله الفرن على درجه حراره 180 ومنزله الشبكه على اخر مستوى خالص. فبدات بقى ان انا ضفت البسبوسه بتاعتي وهجيب على فوطه كده عشان ابدا بقى ان انا اسوي البسبوسه بتاعتنا. فما رضيتش ان انا اعملها على الرخام عشان ما تبداش ان البايركس ينكسر معانا، على فوطه كده او على السجاده على الارض ابداي سويها بحيث ان يكون وشها متساوي معاكي. وفي الوقت ده برضو زي ما قلت لكم يا بنات انا كنت بقى مشغله الفرن على درجه حراره 180. هدخلها الفرن بقى تاخد معايا بالظبط، خدت معايا بالظبط نص ساعه. اول ما بتلاقي بس ان الحروف تبدا تتلون معاكي كده بتعرفي ان هي خلاص بقت ان هي تستوي معاكي. انا مثلا في البايركس معايا هنا انا بشوف مثلا شفت القاع بتاعها مثلا خد لون خلاص تمام، ببدا ان انا اطفي عليها. انت لو مثلا بتعملي في صينيه المونيا بتلاقي ان الحروف بدات تتلون معاكي، ده معناته ان هي خلاص دخلت في مرحله السوا. فاول بقى ما بتستوي معايا كده وابدا ان انا اشغل عليها شويه عشان تاخد لون من فوق، هبدا ان انا اجهز الشربات بتاعي. انا استعملت عندي هنا كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، وهضيف عليهم برده كده ظرف من الفانيليا، واخد الشربات بتاعنا بقى ده على النار كده يبدا ان هو يغلى كويس جدا، وههدي عليه النار يبدا ان هو يغلى على درجه حراره هاديه شويه لحد ما البسبوسه بتاعتنا تخرج. لازم ان البسبوسه تكون سخنه والشربات يكون سخن معاكي برده، اهم حاجه ان الاثنين يكونوا سخنين تضيفوهم على بعض عشان يدوكي نتيجه كويسه. هبدا بقى ان انا اجيب الشربات بتاعي، ما شاء الله البسبوسه شربت كل كميه الشربات اللي معايا، هي خدت لون سيكه شويه زياده كده بس ما فيش مشكله طلعت حلوه برضو. فانا بدات بقى نزلت بالشربات بتاعنا كده، طبعا زي ما انتم عارفين يا بنات ان من عوامل نجاح البسبوسه انك تلاقيها بتبدا تشرب الشربات بتاعها. شايفين ما شاء الله هي هنا دلوقتي بقى تبدا تشرب الشربات بتاعها واحده واحده كده، ده اكبر دليل على ان البسبوسه بتاعتك ناجحه ان هي تشرب كل كميه الشربات اللي عندك. وطبعا بقى عشان البسبوسه بتاعتك وشها ما ينشفش معاكي لازم انها بعد ما تشرب الشربات كده زي ما انتم شايفين هبدا ان انا اغطيها، تغطيها بغطا بصينيه باي حاجه، المهم ان عشان وشها ما ينشفش معاكي. وبعدين هنسيبها بقى على جنب كده براحتها تبدا ان هي تبرد خالص، يعني من الحلويات الشرقيه من الحاجات اللي هو لو ركنتوها تاني يوم بتدوكوا نتيجه كويسه قوي. فالبسبوسه لازم تسيبها تبرد تماما، انا سبتها حوالي كان حوالي ممكن مثلا 4 ساعات كده لحد ما بردت تماما، وبعدين هبدا ان انا اقطعها. ما شاء الله عايزه اقول لكم ان السكينه بتمشي فيها كده زي الحلاوه، ما شاء الله كانت حلوه قوي، على الرغم من ان ما كنتش مخططه لها ولا كنت مجهزه ليها خالص، هي بنتي طلبتها مني فجاه كده فانا قمت عملتها. فبدات بقى ان انا قطعتها واوريها لكم دلوقتي. هي كل الحكايه ان هي جه سمكها رفيع معايا شويه عن كل مره بعملها لان ما كانش عندي كميه سميد كتير زي ما قلت لكم كده، فسمكها كان رفيع بس ما شاء الله كانت حلوه برضو. فابدا بقى اخرجها معاكم دلوقتي ما شاء الله القطعه بقطعتها، ويا سلام بقى لما تتركن لاخر اليوم او لتاني يوم ما شاء الله بتطلع اجمل واجمل. هوريكم دلوقتي ما شاء الله هي بس سمكها جه رفيع مني شويه بس سمكها كويس معقول ما شاء الله. البسبوسه بتاعتنا دايبه دوبان كده وفي نفس الوقت ماسكه نفسها، القطعه بتطلع بقطعتها. عايزه اقول لكم جربوها مقاديرها سهله وبسيطه قوي، بس انا في البايركس ده بنفس المقادير بتاعه السمنه وفي نفس المقادير بتاعه اللبن، انا بضيف عليها حوالي كوبايتين لكوبايتين وربع من دقيق السميد، بس ما كانش متوفر عندي فعملتها وطلعت معايا تمام وكانت زي الفل. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي، كانت حلوه قوي، حاجه حلوه وسهله وسريعه كده، عملتها في دقايق ما كانتش على البال ولا على الخاطر. حلاوه البسبوسه ان كل مقاديرها بتكون بتتعمل كلها مره واحده، مش محتاجه انك اي حاجه انك تعمليها او تجهزي لها كتير، كل حكايه بس ان لازم المقادير بتاعتك كلها زي الكيك كده تكون بدرجه حراره الغرفه بتاعتك، بلاش تكون حاجه ساقعه عن حاجه، خليها كلها بدرجه حراره الغرفه عندك، ومقاديرها سهله وبسيطه وكلها حاجات ممكن تكون متوفره عندك، وفي دقايق هتلاقي نفسك عملتي حلو وسهل وسريع ما شاء الله. عايزه اقول لكم البسبوسه كانت حلوه قوي وكان طعمها جميل، واهم حاجه ان انا فرحت بنتي بيها برضو.
خلاص بقى كده خلصنا الحلو بتاعنا ورغينا فيه كتير قوي. هنبدا بقى ندخل على الطاجن بتاعنا تاني. بعد بقى ما اللحمه بتاعتنا استوت كده بدات ان انا جيت هنا ضفت لها الملح بتاعها، وبعدين هبدا انزل بقى بباميه انا كنت مفرزاها في الفريزر. بدات بقى ان انا خرجت الكيس كده وسبته بقى ان هو يبدا يفك. انا هبدا اغطيها واسيبها كده لحد ما تبدا بقى ان الباميه بتاعتنا تشم النار كده وتبدا ان هي تفك. هي اساسا مسافه ما بتشم البخار كده تبدا ان هي تفك زي ما انتم شايفين. فانا هبدا بقى دلوقتي ان انا هغطي عليها واسيبها ان هي تبدا بقى تاخد لها غلوتين 3 كده على عين البوتاجاز. وطبعا بقى كنت في الوقت ده مسخنه برده البوتاجاز ان هو يسخن معايا كويس قوي على درجه حراره عاليه. وفي الحله بقى اللي ورا دي انا كنت عملت شويه رز بشعريه، اسفه رز حبه وحبه كده، كانوا هم استووا برده وطفيت عليهم قبل ما اعمل الطاجن ده. فما شاء الله كل حاجه كانت جاهزه معايا كده. خلاص بقى خليت الباميه كده خدت غلوتين 3 كده، وهبدا بقى ان انا اضيفها في الطاجن بتاعنا. عايزه اقول لكم الطاجن ده ما شاء الله كان حلو قوي وكان طعمه ما شاء الله. وعايزه اقول لكم ان الباميه لما بتعملها في طواجن او مثلا البسله والكلام ده، ما بتعملها في طواجن عايزه اقول لكم اختلاف عن انك تكوني عاملاها في الحله. فبدات بقى ان انا ضفت كل الكميه اللي عندي كده، وكان بقى في شويه صلصه كده في الحله بتاعتنا ضفت عليهم شويه ميه، وخدت بقى الصلصه دي ضفتها كده برده عليها. وشايفين بقى الطاجن معانا بقى نبدا ان احنا ندخله الفرن. ما شاء الله عايزه اقول لكم ان الطاجن شكله لوحده كده يعني حلوه قوي. يعني بجد بجد الطواجن دي لما تجربوها هتعرفوا قد ايه هي حلوه وقد ايه اللي انا بقوله ده يعني واصل لكم بجد. هبدا بقى ان انا اخدها كده على درجه حراره عاليه. انا حبيت ان انا اسويها في الفرن الحشاش ده او الفرن العادي البلدي بتاعنا ده، ما حبيتش ان انا اسويها في فرن البوتاجاز بتاعنا، حبيت ان انا اغير كده. والفرن ده بيديني نتيجه كويسه قوي. فانا هسيبها بقى على درجه حراره عاليه لحد ما الطاجن يبدا يغلى معايا كويس جدا. اول ما يغلى معاكي كويس ابداي بقى انك هدي عليه النار كده وسيبيه يستوي مع نفسه. هو خد مني لون زياده سيكه بس ما شاء الله كان حلو قوي. شايفين الطاجن بتاعنا شكله عامل ازاي وطعمه ما شاء الله كانت حلوه قوي. اللحمه كانت دايبه ذوبان كده، والباميه برده نفس الموال كانت مستويه معانا. اهم حاجه انك تهدي عليه النار وتسيبيه يستوي مع نفسه براحته كده. شايفين ما شاء الله شكل الطاجن بتاعنا شكله عامل ازاي. هو خد معايا لون زياده سيكه شويه بس والله كان حلو قوي. هو انا بس اتلهيت عنه شويه فخد لون زياده. انت بقى تحكمي في درجه اللون بتاعته ده على حسب رغبتك انت. بس ما شاء الله كان حلو قوي وكان طعم قوي وكان شكله ما شاء الله يشرفك في اي عزومه او في اي مناسبه. انا طبعا لما باجي اغرف بقى الطواجن معاكم انا دايما بقدمها زي ما هي كده على الاكل، ما بغرفهاش في اطباق ولا في اي حاجه. بس حبيت المره دي بقى كده ايه ان انا اغير في شكل التقديم معاكم. فجيت هنا بقى بدات ان انا غرفتها في اطباق كده يا بنات زي ما انتم شايفين ما شاء الله. عايزه اقول لكم الباميه كانت دايبه قوي. الخضار اللي احنا قطعناه بايدينا كده من غير ما نضربه في الخلاط او في الكبه، عايزه اقول لكم اداني صوص حلو قوي ما شاء الله. مديني شويه دهريس كده تقعدي بقى انك تغمسوهم بعيش كده او بقى يعني مع الرز ما شاء الله كان حلو قوي. عايزه اقول لكم ان طريقه الطاجن دي سهله وسريعه وفي نفس الوقت بتديكي نتيجه حلوه قوي. شايفين شكل الطاجن بتاعنا شكل الباميه او شكل اللحمه، والله يا بنات بجد بجد اللحمه كانت دوبه. يعني مش قادره اوصف لكم قد ايه كانت دايبه، كانت بتتهري كده واحنا بناكلها. والرز بقى حبه وحبه بتاعتنا كده. حبيت برضو ان انا اغير في شكل التقديم، غرفته كله في طبق واحد. انا كنت دايما لما باجي اغرف معاكم كنت بغرف لكل واحد طبق ليه كده، بس حبيت ان انا اقسم الطاجن على طبقين والرز كده اغرفه في طبق واحد. كان نظام تغيير برضو من شكل الاكل شويه. خلاص بقى لحد هنا كده بقى بيكون خلص الفيديو بتاعي معاكم النهارده. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان ما اكونش طولت عليكم في الرغي كتير. واسفه لو في اي صوت كده اطفال او اي حاجه ظهر معانا في الفيديو، لان كان ابني قاعد جنبي فكان اوقات كده الصوت بتاعه بيظهر شويه. واسفه بقى لو طولت عليكم في الرغي كتير. فلحد هنا كده بقى بيكون خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلصت افكاري معاكم النهارده. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتم منه لو بشيء بسيط. ولو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.